بيبدأ الفيلم بدكتور اسمه رايموند، وبيكون في مؤتمر طبي بيعرض على مجموعة مستثمرين العقار المخدر اللي اخترعوه في المؤسسة بتاعته. وبيقول إن المخدر ده هيغير البشرية ويساعد ناس كتير عشان يشوفوا المستقبل بتاعهم ويتحكموا فيه. وبيخلص المؤتمر وبيقابل بعدها دكتور اسمه جيروم، وبيكون جيروم ده هو اللي بيشرف على إنتاج المخدر، وبيطلب منه يعمل تجارب سرية للمخدر عشان يحدد تأثيره على البشر، وبعدها بيسيبه وبيمشي. في الوقت ده بيكون في بنت اسمها أنا في طريقها للبار، وبتكون أنا عايشة لوحدها وعندها موهبة غريبة، وهي إنها بتقدر تتوقع أفعال الناس كأنها بتشوف المستقبل، لكنها بتعاني من الفقر وحالتها المادية متدمرة، فبتطلب من الويتر إنها تشتغل معاهم. فبيقول لها مفيش مكان، وبيديها عنوان شركة رايموند، وبيقول لها إنهم طالبين شباب يعملوا تجارب قصاد مبلغ كبير جدا. فبتتحمس أنا للموضوع، وبتروح تاني يوم مقر الشركة عشان تقدم في التجارب دي، وهناك بيبقى في مجموعة كبيرة من الشباب مقدمين. وبيبدأ دكتور جيروم يعرفهم ايه هو المخدر ده والآثار الجانبية بتاعته، وبيقول لهم انهم هيفضلوا في المؤسسة طول مدة التجربة، ومش هيتم السماح ليهم يخرجوا بره المبنى. وبعدها بيجي كورتس المساعد بتاعه يفرجهم على المبنى، وبيقول لهم انه هيكون معاهم طول الوقت عشان يساعدهم، وبيبدأ يوزع الأوض عليهم عشان تاني يوم هيبدأوا التجربة على طول. وتاني يوم بيروحوا للقسم الطبي عشان يتحقنوا بالمخدر، وبتقول لهم الدكتورة ان في جزء منهم هيتحقن بمخدر وهمي، والجزء التاني هيتحقن بالمخدر الحقيقي بشكل عشوائي. وبعد ما بيتحقنوا بالمخدر بيراقبهم دكتور جيروم من ورا الازاز، وبيبداوا يسلوا نفسهم ويتعرفوا على بعض، وهنا الاعراض بتبدا تظهر عليهم. وفي اتنين بيتحدوا بعض في لعبة البلياردو، وبسبب ان ماركوس خد المخدر الحقيقي بيقدر يشوف غلطاته من قبل ما يلعب، وبيتصدم ماركوس من اللي حصل ده، وبيكون كل اللي موجودين مش مستوعبين ايه اللي بيحصل. فبياخدوا كورتس وبيعرضوا على دكتور جيروم، وفي اخر اليوم بيروحوا كلهم للاوض عشان يناموا. وفي الوقت ده انا بتشوف رؤية ان كل اصحابها بيموتوا في الاوضه اللي موجودين فيها بسبب كمية كبيرة من الغاز، فبتطلع تجري على الاوضه عشان تلحقهم، وهناك بتلاقي كل حاجة طبيعية. وبعدها بيجي كورتس وبيحقنها بمسكن عشان يعرضها على دكتور جيروم، وبيخلي كل الموجودين يرجعوا لأوضهم مرة تانية. وفي المستشفى بيقول لها دكتور جيروم ان حالتها نادرة، عشان كده هيراقبوها لفترة طويلة عشان يطمنوا عليها. وبعدها بيروح على مكتبه وبيتصل بيه رايموند، وبيقول له ان الشرطة عرفت ان الدكتور رسمه زين اتقتل، وكمان لقوا جنب جثته رسومات غريبة. وبيقفل جيروم المكالمة من غير ما يرد عليه، وبيفتكر ان كان في واحد من اللي بيجربوا المخدر كان بيفضل يرسم رسومات غريبة. فبيطلع الملف بتاعه، وبيكون الشخص ده اسمه باسكال. وباسكال ده من اول الناس اللي جربوا المخدر، لكن اتعاطى كمية كبيرة خلته يشوف المستقبل الفعلي. فبيتوقع دكتور جيروم ان باسكال هو السبب في موت دكتور راسموزين. في الوقت ده بيصحى ماركوس من النوم، وبيعرض على كريستين انها تهرب معاه، وبتوافق كريستين وبيهرب معاهم دين، وبيبداوا يدوروا على مخرج من المؤسسة. في الوقت ده بيشوف فرد الامن شخص مقنع واقف قدام الباب، فبيطلع بره يشوف مين ده، لكن ما بيلاقيش حد، وبيدوس على مصيدة حديد برجليه، وبيطلع ده كمين عامله الشخص المقنع، وبيقتل فرد الامن وبيدخل المؤسسة. وبيطلع للقاعة اللي فيها ماركوس واصحابه، وبيقتل كورتس من ورا الازاز. وبعدها بيحاول يدخلوا الأوضة، لكن بيقدروا يقفلوا الباب وبيهربوا منه. وبيقابلوا في طريقهم جثث أفراد الأمن، وبينجحوا إنهم يوصلوا للباب الخلفي بتاع المؤسسة، وبيشوفهم واحد اسمه سكريتش فبيهرب معاهم. وبيلاقوا عربية قدام المؤسسة، لكن دين بيرفض يهرب ويسيب أنا لوحدها. فبتقول كريستين إن أنا شافت في رؤيتها إن كلهم هيموتوا، لكنه مش بيهتم بكلامها، وبيدخل المؤسسة عشان ينقذ أنا. وبيروح معاه ماركوس وكريستين، وبيسيبوا سكريتش في العربية، وبيحاولوا يوصلوا لمكان المستشفى عشان ينقذوا أنا. فبيتفقوا ان دين ينقذ انا، وماركوس وكريستين ينقذوا الباقيين. في الوقت ده بتكون انا في المستشفى، وبيجي لها رؤيه ان دين وماركوس وكريستين ماتوا، فبتحاول تفك نفسها وتهرب عشان تنقذهم قبل ما يموتوا. وبتنجح انها تفك نفسها، وبتروح على الاوضه، وبتلاقي اصحابها بيتخنقوا، فبتحاول تكسر الازاز، لكن بيكون فات الاوان على انقاذهم. وفي الوقت ده بيجي ماركوس ودين عشان ينقذوا انا، فبتقول لهم انها شافت الرؤيه دي قبل ما يموتوا، والرؤيه اتحولت لحقيقه. وبتسالهم عن كريستين لانها شافت رؤيه ليها وهي بتموت. وفي الوقت ده بتكون كريستين في الحمام بتهرب من الشخص المقنع، وبيفضل يطاردها لحد ما بتنزل ممر هوا، وبيكون اخره سلك شائك، وبتموت كريستين. وبيفضلوا اصحابها يدوروا عليها لحد ما بيوصلوا لممر الهوا، ومش بيلاقوا جثة كريستين، فبيتوقعوا ان الشخص اللي قتلها هو اللي قتل باقي اصحابهم. وفي الوقت ده بتتقفل ابواب المبنى، وبيفشلوا يهربوا، فبيقرروا يرجعوا للمبنى مرة تانية، ويطلعوا مكتب دكتور جيروم عشان يلاقوا اي معلومة تساعدهم. فبيلاقوا فيديو متصور من 6 شهور على جهاز دكتور جيروم، وبيكون في دكتور راسموزين ودكتور جيروم بيتكلموا مع شخص عمل
اختبار المخدر من فترة طويلة، والشخص ده بيكون باسكال، وبيفضل يرسم رسومات غريبة وبيبص للكاميرا وبيوجه كلامه لدين وبيقول له يفك شفرات الرموز اللي موجودة في الأوضة اللي أصحابه ماتوا فيها. وبيتصدموا إن الفيديو متصور من 6 شهور، لكن أنا بتقول إن أكيد شاف رؤية بإنهم هيكونوا موجودين هنا في الوقت ده. فبيفتكر دين الأرقام اللي كانت في الأوضة وبيحاول يفك شفرتها، وبيفهموا إنها رسالة من باسكال إن هم ال5 اللي هيقدروا يهربوا من المبنى. في الوقت ده بيكون سكريتش في العربية وبدأ يتجمد، فبيبدأ يدور على أي مكان يستخبى فيه لحد ما بيوصل لورشة مهجورة جنب المؤسسة، وهناك بيطلع علب أدوية كان سارقها من المؤسسة، وبيكون معاه المخدر وبيحقن نفسه بيه. وبعدها بيلاقي رسومات غريبة في الورشة ومن بينهم رسمة ليه هو شخصيا، فبيتصل على أصحابه في المؤسسة وبيعرفهم إن باسكال هو اللي بيطاردهم، وبيقتل كل اللي موجودين في المؤسسة. وبيقول لهم سكريتش إن في أوضة طوارئ في السرداب ممكن يستخبوا فيها، فبيقرروا يدوروا على الأوضة دي. وبيلاحظ ماركوس سكينة صغيرة على المكتب فبياخدها معاه، وبتقول لهم أنا على الطريقة اللي ماتوا بيها في رؤيتها عشان ياخدوا بالهم. لكن ماركوس بيفقد أعصابه لما بيعرف الطريقة اللي هيموت بيها. وبيوصلوا بعدها لأوضة الطوارئ وبيلاقوا دكتور جيروم مستخبي فيها، فبيطلبوا يفتح لهم الباب لكنه بيرفض. وبيبدأ يحكي لهم عن باسكال وإن هو أول شخص شاف رؤية بعد ما جرب المخدر، والموضوع اتطور معاه وبقى يشوف المستقبل وكل الأحداث قبل ما تحصل. وقرر دكتور جيروم وقتها يزود له الجرعة عشان يشوف نهاية الأبحاث، وده اللي خلى باسكال يبقى شخص مجنون. عشان كده بيقتل كل الأشخاص اللي موجودين في المؤسسة، وبيقول لهم إنه بيدور عليه دلوقتي عشان يقتله ومستحيل يفتح لهم الباب. وفي الوقت ده بيشوف سكريتش رؤية ان حد بيقتله، فبيجري للعربية عشان يستخبى هناك، لكن بيتفاجئ ان باسكال موجود وبيقتله. وبنرجع للمؤسسة مرة تاني، وبيكون ماركوس بيحاول يستجوب دكتور جيروم لكنه ما بيردش عليه. وبعدها بشوية بيجي باسكال وبيفضل يخبط على الباب عشان يدخل، فبيبدأ ماركوس يتوتر لان هو متوقع انه الشخص اللي هيموت. وبيلاحظ قطعة حديد موجودة على الأرض فبيمسكها وبيضرب بيها أنا، وبيمنعه دين عشان ما يقتلهاش. فبيطلع ماركوس السكينة من جيبه وبالغلط بيقتل بيها نفسه، وقبل ما يموت بيطلع عند الباب عشان يقتل باسكال. لكن أول ما بيوصل للباب بيموت، وبتكون الطريقة اللي مات بيها دي هي نفس الطريقة اللي شافتها أنا في رؤيتها. وفي الوقت ده بيقول دين إنهم ممكن يهربوا عن طريق السطح، فبيطلع له السطح عشان ينطوا، وهناك بيعترف لأنا إن هو بيحبها. وبعدها بيزقها من على السطح عشان تهرب، وبيقرر إنه يواجه باسكال ويقتله عشان ينتقم لأصحابه. وبتروح أنا العربية وبتطلع جثة سكريتش وبتركب مكانه، وبمجرد ما بتشغل العربية بتلاقي جثة كريستين موجودة قدامها، فبتفهم إن رؤيتها ما اتحققتش بالظبط لأنها شافت كريستين بتموت في الحمام. فبترجع للمبنى مرة تانية وبتكسر الإزاز وبتروح لدكتور جيروم وبتسأله عن الرؤية اللي هي شافتها، فبيقول لها مش دايما الرؤى بتتحقق، لكن رؤى باسكال كلها بتتحقق بسبب كمية المخدر الكبيرة اللي موجودة في جسمه. فبتفكر تحقن نفسها بالمخدر وتتحكم في المستقبل من خلال الرؤية اللي هتشوفها. وبمجرد ما بتحقن نفسها بتشوف دين وهو بيتخانق مع باسكال وبيرميه في حمام السباحة، وبتشوف نفسها وهي بتتخانق مع باسكال عشان تنقذ دين قبل ما يغرق، وبالفعل بتروح تنقذ دين لكن بيكون باسكال هرب. وبيخلص الفيلم على كده.